السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو النهاردة جميل جدا، حلو قوي. هنعمل برسيل جل في البيت وبمنتهى البساطة. بس اتمنى منك لو انت اول مرة تشوفي القناة تنزلي تحت تعملي اشتراك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ولايك كمان للفيديو. تعالي بصي بقى، هنعمل برسيل جل في البيت زي ما انت شايفه، للغسيل العادي والالوان وللغسالات الفوق اوتوماتيك او الغسالات العادية، وكمان ممكن تستخدميه في المسح او تنضفي بيه اي حاجه ايا كان، تغسلي بيه ستاير، تغسلي بيه، تنضفي بيه الكنب، تستخدميه في المسح، تستخدميه في الحمامات، كل حاجه ممكن تستخدمي فيها، وامن جدا وحلو وحلاوه. بصي انا جربته فعلا بهرني. انا كنت بصراحه ما اعرفوش، انا كنت في محل المنظفات بالصدفه لقيت حد بيشتريه وبيشكره فيه جدا، فطلبته منه. حتى كمان قال لي فيه منه بريل، ممكن بيعمل نفس الكمية وبنفس السعر، سعره 25 جنيه، بيعمل 8 لتر مية، تدوبيه في 8 لتر مية. تمام. فالمهم قلت له طب هات اجرب، فقلت له لو مثلا خفيف او اي حاجه، لان انا جربت صنف تاني كان خفيف شويه، فقال لي لا ده ضمانته بضمان المصنع، لو في اي حاجه رجعيه تاني. فانا بصراحه سمعت كلامه ودوبته في 8 لتر ميه بناء عن كلامه هو. فبدات دوبت اول حاجه الخليط اللي هو البودر مع الجل، دوبته كويس قوي، وبعد كده بدات انزل بالميه بالتدريج زي ما هو مكتوب عليه بالظبط. امشي على التعليمات المكتوبه هيطلع لك نتيجه مبهره. اول حاجه حطيت لتر ميه ودوبته، كل ما تحطي شويه ميه تبتدي تدوبي فيهم. طبعا الكيس اللي هو بتاع الجل ده كان فيه يعني فيه اثر كده، فبدات دوبته فيما يقارب يعني لتر ونص ميه او لتر ميه. تمام كده، يعني شطفته كده ودوبته وحطيته وضفته ليه. بدات اضيف الميه بالتدريج شويه بشويه، وكل ما احط ميه ابتدي اقلب زي ما انتم شايفين. طريقه تحضيره اللي انتم شايفينها قدام عينيكم، ما قطعتش اي حاجه منها، وبنفس الطريقه دي يعني في دقايق بيتحضر. بدأت تنزل بالمية شوية بشوية، وحطيت التمانية لتر كاملين. يعني أنا حطيت قدامكم تقريبا 7 لتر، وبدأت بعد كده ضفت كمان لتر مية. لما لقيته تقيل معايا ضفت كمان لتر مية. زي ما انتم شايفين، ضيفي ميه شويه بشويه، ما تحطهمش كلهم مره واحده عشان ما تبقاش تقيله على ايديك وانت بتقلبي. المقصود شويه بشويه علشان كل ما تحطي كميه ميه تبتدي تدوبي، يكون سهل عليكي شويه. هتلاقي الخليط بدأ بالتدريج يتقل معاكي، وريحته حلوه حلاوه. عايزه اقولك روعه روعه ريحته، مدي كده على دوني، ريحه برسيل جل اللي بنشتريه اللي هو بتاع الشركات. ريحته جميله حلوه قوي وبينضف وزي الفل. والاكتر من كل ده ان هو امن على ايديا، يعني انا استخدمته، بس بعد ما تخلصيه هتركنيه شويه قبل ما تستخدميه. هقول لك كل حاجه في الفيديو. زي ما انت شايفه كده بدات اضيف الميه، والرغوه عامله ازاي، الرغوه بتاعته عاليه جدا. بس طبعا هتركنيه، الرغوه دي هتهدى شويه. وهو طبعا بعد ما بخلص تقليب، بصي هتلاقي مكتوب عليه من ورا، قريت في العبوه ان انا اركنه لمده ساعه. طبعا كل ده تقليب مستمر، انا ما فصلتش خالص بصراحه في التقليب، سبت كل حاجه قدام عينك. فركنته هنا، قريت الورقه لقيته مكتوب لي اركنه لمده ساعه، وبعد كده هشوف شكله هيبقى عامل ازاي. انا مشيت على التعليمات المكتوبه. جيت بعد ساعه لقيته زي ما انتم شايفين كده كتل وتقل بزياده، فبدات اقلبه كده. فطبعا جيت اوريكم شكله وحسيت ان هو المعلقه مش موضحاه قوي، فجبت معايا طبق وهوريكي شكله عامل ازاي. كل ما اروح له هوريها لك. وتقيل جدا ولزج، بص عامل ازاي، بص شكله، بص في الطبق عامل ازاي، تقيل تقل. بص ورغوته وريحته، والاحلى واحلى ريحته جباره بصراحه. عبيته بصراحه عمل 8 لتر كاملين، يعني انا عبيته في ازايز 8 لتر كاملين. بصي روعه. يعني مش اللي هو مثلا هتضيفي ال 8 لتر هتلاقيه بعد كده خفيف شويه، لا، زي ما هو فضل زي ما هو. بصراحة اسألي عليه، مش لازم الشركة دي، أي شركة تانية. 25 جنيه عملنا بيهم 8 لتر برسيل جل للغسيل، قمة التوفير بصراحة، يعني أحسن من نشتريه بالغالي. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ودمتم في رعاية الله.